بحي مرجة بفاس، وعندما عاد من هجرته ليستقر وليبني البقعة الأرضية التي اقتناها، كانت المفاجأة فوق البقعة الأرضية بناية سكنية جاهزة للبيع. الصدمة أدت إلى وفاة هذا المهاجر. ماذا وقع؟ سعاد زيتراوي ونجيب الطاهري يجيبان على هذا السؤال. تبدو غريبة وبعيدة عن المنطق والقانون قصص بعض رخص البناء. من هذه الغرائب واحدة كان ضحيتها مغربي مهاجر بفرنسا. بن عيسى الفريخ الذي عاد إلى المغرب لبناء قطعته الأرضية وجد الأرض مبنية وجاهزة للبيع. كيف ذلك؟ الابن توفيق يحكي ما وقع. جا لو 11 ديسمبر داني باش يبدا لي طرافو دو كونستركسيون، بغا يبني الفيلا ديال لا روتريت ديالو اي دو لا فامي. منين جا الى بيرسو الى ديكوفير واحد ليموبل عماره ديال 2 ايطاج اللي فيها 14 ديال البارتمات و6 ديال لي ماغازان. الغد لي مشى عاوتاني يتاكد بلا هاد الارض كان ديالو. عيط لي في البورطاب قال لي عافاك ولدي تكلف بهذا المشكل لقاش شفروا لي ديك الارض وديك الساعه توفى منين كنت نهضر معاه في التليفون. منذ وفاة الوالد والعائلة تراسل أكثر من جهة وأكثر من مسؤول، والطلب هو إيقاف أشغال البناء، لكن عائلة الفريخ لم تجد أي رد يهون عليها ألم فقدان الأب وضياع الأرض. On demande juste le droit et l'arrêt de chantier s'il vous plaît. لكن أشغال الورش لم تتوقف، بل على العكس عرفت وتيرة متسارعة حسب عائلة الفريخ. اتصلنا بصاحب العمارة للإدلاء بوجهة نظره، لكن أرقامه الهاتفية إما خارج التغطية أو لا تجيب. ويذكر أن السيد الفريخ المتوفى اشترى الأرض منذ 37 سنة في منطقة المرجة بمقاطعة زواغة بن سودة، وعقد البيع والملكية يثبتان ذلك. طلبنا من مجلس مقاطعة زواغة أن يسعفنا بحل لغز هذه القضية. وجدنا راسنا بان هذيك القطعه ديال الارض مبيوعه لجوج ديال الاشخاص من طرف المالك الاصلي او من طرف ورثته، لجوج الاشخاص. هاد الاشخاص كان عليهم فاش انه شراو هاد القطعه انهم كخص يطلبوا من المالك ديال القطعه باش يعين لهم القطعه ديالهم فين كاينه. اذا حنا كمجلس المقاطعه امام نزاع ثنائي ما بين جوج ديال الاشخاص، كل واحد من هاد الاشخاص يطعنوا في عقد الاخر. اذا هذا اختصاص ليس من اختصاص المقاطعه، لان المقاطعه ليست مسؤوله عن صلاحيه العقد أو فساده. ويبدو أن موضوع عقد أرض السيد الفريخ بمقاطعة زواغة ما هو إلا ورقة في ملف شائك له متتبعوه في مدينة فاس. ومني شفنا بان هذه الملفات كثيره اضطرينا باننا نكتبوا واحد المذكره ونصيفطوها للوزاره الداخليه، سميناها المطالبه بوقف السيبه العمرانيه بمقاطعه زواغه بن سوده. السيبه العمرانيه هي اللي كنهضروا عليها، هي الناس كيجيو كيتماطلوا على الاملاك الغير لانهم ما كاينينش او مسافرين او املاك في الشياع او الى غير ذلك، كيعملوا لا في عدلي ومعروف هنا في زواغه بن سوده. اللهم من هذا منكر كنقولوا هذا الشيء لا يخدم الاستقرار ولا يخدم المصلحه في هذه المقاطعه ولا في المدينه والمستقبل ديال مدينه فاس. جميع الأراضي المتواجدة على تراب مقاطعة زواغة أراضي شياع كانت في الأصل فلاحية غير محفظة. فتحت هذه الأراضي شهية المضاربين العقاريين، وهو ما تسبب في عسر شديد لتنمية المنطقة. وقضية المهاجر بن عيسى أفظع مثال.